السلام عليكم ورحمة الله. هلو everyone، معاكم مستر عمر حمدي teacher of English. النهاردة إن شاء الله الحصة الأولى من English Summer Course اللي احنا هنشتغله، والنهاردة الحصة خاصة بالمرحلة الإعدادية. هنبدأ أول حصة بسؤال الديالوج أو المحادثة، إزاي إن احنا نحل المحادثة وننهي كل المشاكل اللي بتقابلنا في سؤال المحادثة إن شاء الله في الحصة دي. ليه أنا ببدأ بالديالوج؟ سؤال هنجاوب عليه قبل ما نبدأ. أنا ببدأ يا جماعة بالديالوج لأن المحادثة موجودة في كل صفوف المرحلة الإعدادية. حبايبنا اللي طالعين أولى إعدادي السنة دي، ده سؤال جديد عليك، أنت لسه بتتعرف عليه. إن شاء الله في آخر المحاضرة بالنسبة لك هيبقى أسهل سؤال في الامتحان. برضو حبايبنا اللي طالعين تاني اعدادي اللي كان عندهم مشاكل في الديالوج مش بيعرف او مش بيقدر ان هو يحلها، باذن الله في نهايه المحاضره او في نهايه الكورس برضو هيكون بالنسبه لك واحد من اسهل الاسئله اللي بتقابلك في الامتحان. نيجي لطلاب الصف الثالث الاعدادي. السؤال السنه دي يا جماعه ب5 درجات في الامتحان. انت توتال الدرجات بتاعتك في الامتحان 30 درجة، منهم 5 درجات كاملة على سؤال الديالوج. فلازم ان انت تتعلم ازاي ان انت تحل الديالوج. وخلي بالك ان السنة دي السؤال دوت مختلف عن السنين اللي فاتت في اولى وتانية اعدادي. في اولى وتانية اعدادي انت كان بيطلب منك ان انت تجاوب بكلمة واحدة في كل نقطة، انما السنة دي انت هيطلب منك ان انت تعمل الكويستشن السؤال كامل، او تديني الاجابه او الانسر برضو بشكل كامل، وكل دوت هنفهمه. عشان كده في اخر المحاضره ان شاء الله انا هنزل فيديوز لكل مرحله، هيكون فيها اكسرسايزز، هيكون فيها تمارين على الديالوج على المحادثه. اولى اعدادي لوحدها، وتانية اعدادي لوحدها، وتالتة اعدادي لوحدها، لان المحادثات او الديالوجز هتكون جايه اصلا من المنهج علشان نتمرن على الديالوجز الخاصه بالمنهج ان شاء الله. عايزك تكون قاعد منتبه معايا في الحصه يا جماعه، حصه مهمه قوي. وطبعا بسبب صعوبه المناهج في حاجات احنا مش بنديها حقها خلال العام الدراسي، زي مثلا الديالوج المحادثه، مع انه سؤال مهم لا يقل شيء عن الفوكاب الكلمات او عن الجرام. تعالى سمي الله معايا وتعالى نبدا. يلا يا بطل. قبل ما نبدا عايز اقول لك some tips او بعض النصائح اللي لازم تنتبه ليها قبل ما تحل سؤال المحادثه. فهنا بيقول لك اهو ازاي نجاوب على سؤال المحادثه. اول حاجه اقرا المقدمه كويس جدا. كل ديالوج يا جماعه بيبقى ليها تايتل او بيبقى ليها عنوان فوق. التايتل العنوان دوت لازم تقراه كويس. عباره عن conversation between two people، عباره عن محادثه ما بين شخصين بيكونوا محطوطين في situation، في موقف، وبيبدا الاثنين بيتبادلوا الكلام ما بينهم. فالتايتل او العنوان اللي بيبقى موجود عندك فوق ده بيعرفك هم موجودين فين، الديالوج او الحوار داير عن ايه. كل ده انت بتعرفه من التايتل. كمان انت ممكن من العنوان تلاقي اجابه لنقطه من الاسئله اللي جايه لك في الديالوج. فاول حاجه احنا هنعملها ان احنا هنقرا المقدمه كويس، هنقرا التايتل بتاع المحادثه كويس، واحيانا بتحتوي على اجابه احد الفراغات وانا قلت لك النقطه دي. تاني حاجه قبل ما تجاوب على الديالوج لازم تقراها كامله. يعني انا ما امسكش اشوف مثلا اول سؤال بيقول ايه واجاوب على طول، لا، امسك المحتوى بتاع الديالوج كامله، اقراها قبل ما تجاوب عليها. ثالث حاجه ودي اهم حاجه وهو ده اللي احنا هنشرحه النهارده، لازم يكون عندك مهاره تكوين السؤال. how to make a question، ازاي تعمل سؤال. لانه في الديالوج غالبا بيطلب منك to make a question، ان انت تعمل السؤال and to answer it، وان انت تبدا تجاوب عليه. types of questions او انواع الاسئله اللي هتقابلنا. انا عايز منك نوعين وهم دول اللي انت بتتسأل فيهم غالبا. النوع الاولاني هو yes or no questions، يعني بتكون اجابه السؤال دوت يا اما بيس يا اما بنو. اوكي، وده السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد. طبعا هنعرف يعني ايه الاكسلري فيربس او الافعال المساعده، دي احنا هنعرفها دلوقتي حالا لان ديت طبعا حاجه مهمه جدا واحنا بنكون الاسئله. تمام، والاجابه بتاعته بتبدا يا اما بيس او نو. اوكي، تعال الناحيه الثانيه ال WH question او اسئله او الاسئله اللي بتبدا بادوات الاستفهام. اوكي، زي الاسئله اللي هتبدا مثلا بوات او وير او when why how and who. اوكي، فده نوع من انواع الاسئله هنبدا نشرحه دلوقتي، وده النوع الثاني
معظم السيشن، معظم الحصه شغال على how to make a yes or no question and how to make WH question. زي ما اتفقنا قلنا هنبدا باليس or no question، وده شكل السؤال بتاعي، وهنمسك حاجه حاجه نشرحها. اولا السؤال بتاعك بيبدا بحاجه اسمها auxiliary verbs، هي الافعال المساعده. تاني حاجه في السؤال هو السبجكت، والسبجكت هو الفاعل. وتالت حاجه بتكون في السؤال هو المين فيرب او الفعل الاساسي اللي موجود قدامي. مستر انا مش فاهم، امشي معايا واحده واحده. انا قلت لك السؤال اللي هتكون اجابته بيس اور نو بيبدا بايه؟ بيبدا بفعل مساعد. تاني حاجه هتقابلني ايه؟ هو الفاعل، بعد كده الفعل. مثال عشان نفهم، الدو يا جماعه اللي في الاول ديت هي معناها ايه؟ هي معناها هل، والدو ده هو الاوكسيلري او هو ده الفعل المساعد. الفعل المساعد في اليس اور نو كويستشن دايما هيكون معناه ايه؟ دايما هيكون معناه هل، عشان ارد عليه يا اما باه يا اما بلا. يعني انا هنا بقول لك ايه؟ هو انت بتحب الفوتبول؟ هل انت بتحب الفوتبول؟ فانت ترد عليا تقول لي يا اما يس اي دو، يا اما نو اي دونت، يا اما يا اما لا. فعشان كده دايما الاوكسيلري فيرب لو بدا في بدايه السؤال هيكون معناه ايه؟ هيكون معناه هل. تاني حاجه هتقابلني هو الفاعل. كل حاجه انا همسكها لوحدها اشرحها دلوقتي، بس خلينا ناخد ايه؟ ناخد فكره صغيره. فالفاعل عندي هو البروناون او الضمير يو، اللي هو معناها انت او انت او انتم. فانا بقول لك دو يو، هل انت. والفعل الاساسي او المين فيرب اللي موجود قدامي هو مين؟ هو لايك. فدو يو لايك، هل انت بتحب. كمل السؤال بتاعك، فوتبول، دو يو لايك فوتبول، هل بتحب الفوتبول. تعال نمسك حاجه حاجه نتكلم عليها لوحدها ونشرحها بالتفصيل. اوكي، فلو جيت بدات اول حاجه اتكلم عنها هي الاوكسيلري فيربس او الافعال المساعده. ركز جدا، دول لازم تكون عارفهم. ما ينفعش تيجي تعمل سؤال او تجاوب على سؤال من غير ما تكون عارف ايه هم الاوكسيلري فيربس، الافعال المساعده. ما ينفعش اجي ابني عماره من غير ما اكون عارف، من غير ما اكون عندي الاساس بتاعها. الاساس بتاع السؤال يا جماعه هو الاوكسيلري فيربس، الافعال المساعده، وادوات الاستفهام اللي هتكلم عليها كمان شويه. فدول لازم تكون عارفهم، او بمعنى اصح حافظهم. تعال بص معايا، انا مقسمهم لك بالشكل دوت، وركز في كل حاجه انا هقولها. اول حاجه انا عندي do does and did. اوكي، دول عيله لوحدهم. do does did هيبدا بيهم السؤال، هيكون معناهم هل. هيجي بعدهم السبجكت الفاعل، وهتكلم عليه دلوقتي لوحده برضه. والفيرب بتاعي هيكون infinitive، الفعل الاساسي بتاعك. لو سؤالك بادئ بدو or does or did هيكون infinitive. يعني ايه؟ يعني هيكون مصدر الفعل، يعني بدون اي اضافه، ولا هحط له دي ولا اي دي ولا اي دي ولا اس ولا اي اس ولا اي اس، ولا اي اضافه هتضاف للفيرب بتاعي. هو هيكون جاي في البيس فورم بتاعته، او جاي مصدر بدون اي اضافه، زي ما قلنا من شويه do you like football. اوكي، تعالى هنا السؤال بتاعي. طبعا do does did في بدايه السؤال معناهم ايه؟ معناهم هل. وكل اللي انا هقوله هنا دوت معناه ايه؟ معناه هل برضه. اوكي، فتعالى لو بدات السؤال بتاعك ب am or is او are، اللي هو الفيرب to be. am is are، وكمان نزود عليهم ايه؟ was or were. خلاص، ده معناه هل يكون. ماشي، هيجي بعدهم السبجكت الفاعل، اللي هو I he she it we they او اي noun او اي اسم. بعد كده لو هيجي verb، غالبا الفيرب دوت هيكون، غالبا مش على طول، هيكون with ing. انا هضيف له ing. زي ما اقول لك ايه؟ زي ما اقول لك مثلا are you eating. are you eating يعني هل انت بتاكل؟ ترد تقول لي yes I am، يا اما no I am not. اوكي، طيب لازم verb with ing؟ لا، ممكن يجي بعدها adjective. adjective يعني ايه؟ يعني صفه. زي ما اقول لك ايه برضو، ابدا السؤال ب are you happy. are you happy يعني هل انت سعيد. فhappy اللي قدامك دوت ايه؟ it's an adjective. ما ينفعش تقول لي do you happy، لا، احنا اتفقنا مع do or does or did دايما الفيرب infinitive. انما am is are ممكن verb with ing، وممكن adjective اللي هي ايه؟ اللي هي صفه. تمام. عندك برضو have has had
subject، وهنا غالبا بيكون في ال past participle او التصريف الثالث للفعل. اوكي، طبعا في اختلاف ما بين have و has، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. have و has و had الثلاثه دلوقتي معناهم ايه؟ معناهم هل، هيجي بعدهم السبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده بيجي حاجه اسمها البوست participle او البي بي او التصريف الثالث للفعل. زي ما اجي اقول لك مثلا ايه، have you eaten your lunch مثلا، هل انت تناولت او هل انت كلت غدائك. have you eaten your lunch. برضو عندي ال helping verbs او الافعال المساعده، في حاجه اسمها المودل verbs، الافعال الناقصه بتيجي برضو في بدايه الكلام، وبرضو بيكون معناها ايه؟ برضو معناها هل، بجاوب عليها يا اما بيس او ايه او نو. فعندي can وعندي could will would shall should must subject والverb ايه؟ والverb infinitive، نفس الكلام، بس كل واحده فيهم ليها معنى. قلت لك ده مش موضوعنا. المفروض ان دلوقتي ان انا اكون عارف اني الهيلبنج فيرب او الفعل المساعد في بدايه الكلام معناه هل، بيترد عليه يا اما بيس يا اما بايه يا اما بنو. يبقى من السلايد ديت اللي انا عايز اطلع منه ان انا عرفت ان دو داز ديد في بدايه الكلام بيكون معناهم هل، وبيجي بعدهم الفاعل، بعد كده الفيرب انفينيتيف بيكون مصدر بدون اي اضافه. لو بدات السؤال بتاعك بام از ار برضو معناهم هل، يجي بعدهم subject والفيرب with ing بنضيف له ing، او بيكون adjective صفه، و have و has و had في بدايه الكلام معناهم هل، يجي بعدهم السبجكت الفاعل والباست participle البي بي او التصريف الثالث للفعل، وكان could will would shall should must ومي ومايت دول المودل verbs او الافعال الناقصه في بدايه الكلام معناهم هل، بعدهم السبجكت والفيرب بيكون جاي معاهم infinitive. اتفقنا؟ مستر انت كل شويه تقول subject، كل شويه تقول فاعل، انا مش عارف يعني ايه فاعل اصلا. تعال نقول ايه هو السبجكت او ايه هو الفاعل. الفاعل يا جماعه في السؤال هو اللي انت بتخاطبه او اللي انت بتكلمه. انا بقول لك هل انت، هل هو، هل هي، فالفاعل ممكن يبقى pronoun ضمير فاعل subject pronoun. زي ايه؟ زي he وشي وات واي وي يو they، دول كده ضمائر الفاعل. يبقى تاني انا ببدا السؤال اللي اجابته ب yes or no question ب helping verb فعل مساعد زي ما قلنا، بعد كده يجي وراه السبجكت الفاعل. ممكن الفاعل يبقى ضمير وممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى noun، ممكن يبقى اسم زي احمد، علي، the car، the cat and so on. تمام؟ ممكن برضه يبقى اسم بلس صفة ملكية، يعني ممكن يبقى صفة ملكية سوري بلس ايه؟ بلس اسم، زي ما اقول لك my car، my cat، my father، his father، her mother and so on. فانا عندي ده برضو ايه؟ ده كده subject my book or his car. ممكن يبقى اسم اشاره زي this، these and those. اوكي، دلوقتي احنا عايزين نميك كويستشن، نعمل سؤال بالطريقه اللي احنا اتدربنا عليها. الاجابه بتاعت الاسئله اللي قدامك يا اما يس يا اما نو، فانا هبدا السؤال بالهيلبنج فيرب او الاكسلري فيربس الافعال المساعده. ركز معايا قوي علشان نعرف ازاي نطلع اصلا الفعل المساعد من الاجابه، لان هو اوريدي بيكون موجود. انت كل اللي عليك ان انت هتبص على الاجابه كويس تطلع منها الفعل المساعد الصح، لان دي اهم حاجه في ان انت تميك الكويستشن، في ان انت تعمل السؤال. فالاجابه هي قدامك، لان الاجابه بتكون جايه تحت الكويستشن اللي انت هتعمله. بتقول لك ايه؟ يس احمد stays at home. ايوه احمد قاعد في البيت. فانا سالت قلت هل احمد قاعد في البيت؟ ازاي يا مستر اجيب هل؟ ازاي احط هل في الاول؟ هل ككلمه ملهاش معنى في الانجليش. هل هي الاوكسيلري فيربس، هي الافعال المساعده اللي احنا اتكلمنا عليها. تعال نجيبه مع بعض اهو. يس احمد stays at home. ايوه احمد قاعد في البيت. بص كده معايا، كل الهيلبنج فيربس، كل الافعال المساعده بتكون جايه في الاجابه الا 3، هم دو وداز وديد. غير كده بيكون الفعل المساعد موجود. كان هيبقى موجود، will هيبقى موجود، am و is و are هتبقى موجوده، have has had لو جايه كافعال مساعده برضو هتبقى موجوده. انما do does did مش هتبقى موجوده غير في حاله النفي. لو بقول لك no I don't مثلا او no he didn't، هنا هتبقى موجوده. لو انا بقول yes لا مش هتبقى موجوده، انت اللي هتجيبها لوحدك. اجيبها لوحدي ازاي؟ سهله قوي، امشي معايا. ايوه احمد stays، خلي بالك ده المين فيرب او الفعل الاساسي.
stays يعني قاعد في الايه في المنزل. فالفعل يا جماعه stays دوت ركز عليه قوي. لو كان ends with s اخره s يبقى انا ببدا بداز اللي معناها هل. طب ليه يا مستر ما بداتش بدو؟ لا، دو لو كان الفيرب انفينيتيف يعني مش اخره اي اضافه ساعتها كنت بدات بدو. وديد لو كان ستيد لو كان اخره ايدي. يبقى احنا عرفنا امتى هنقول دو، امتى هنقول داز، امتى هنقول ديد. تاني انا بقول الدو لو كان الفيرب بتاعي انفينيتيف في الاجابه، بقول داز لو كان الفعل بتاعي اخره اس او اي اس او اي اي اس في الاجابه. اوكي. وبقول ديد لو كان الفعل بتاعي اخره دي او اي دي او اي اي دي او الفيرب irregular وجاي في الباست في الماضي، زي مثلا لما اقول لك ايه، اما اقول لك went yes I went to اي مكان مثلا، ساعتها هبدا بديد. تمام. فانا هنا لقيت الفعل ده اخره اس فبدات بايه بداز. اتفقنا السؤال بيتكون من helping verb فعل مساعد، subject الفاعل، بعدين المين فيرب الفعل الاساسي. وانا قلت لك لو بدات بدو داز ديد فعل دايما انفينيتيف. مين السبجكت عندي في الاجابه ديت؟ هو احمد طبعا. هل احمد هو ده المخاطب؟ يبقى داز احمد. فين المين فيرب الفعل ده؟ كده ثالث حاجه stay at home. وابقى انا كده عملت السؤال وخدت الدرجه، والموضوع سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي مشكله. طلبه الصف الاول والثاني الاعدادي هيطلب منك كلمه واحده، ممكن يطلب منك does، يعني يقول لك مثلا سبيس احمد stay at home وتلاقي الاجابه يس احمد stays at home. فانت كل اللي عليك ان انت هتبدا له بالهيلبنج فيرب الفعل المساعد، تحط له ايه وتحط له does، وهنتمرن على الديالوج بالشكل ده. يس she stayed at home. خلاص احنا فهمنا بقى. انا هنا ما عنديش helping verb، ما عنديش فعل مساعد ولا will ولا can ولا am ولا is ولا are ولا اي حاجه، بس عندي الفعل الاساسي بينتهي بايه؟ بينتهي باي دي. يبقى ايه الفعل المساعد اللي هبدا بيه؟ هو did، لان الاجابه في الماضي، يبقى انا لازم ابدا بايه؟ بديد. مين الفاعل عندي؟ هي she. يبقى did she. غلطه كتير بيعملوها يجي يجيب الفعل زي ما هو يكتبه، طبعا ده غلط لان احنا اتفقنا do does did الفيرب دايما infinitive مصدر. فdid she stay at home؟ الاجابه هتبقى yes she stayed at home. سهله قوي. اللي بعدها yes I stay at home. وركز معايا قوي في السؤال دوت عشان هنقول فيه حاجه مهمه. تمام. ايوه انا قاعد في البيت. يبقى لما اجي انا هسالك هقول لك هل انت قاعد في البيت؟ يبقى دايما يا جماعه لو جايه في الاجابه في السؤال هتبقى يو انت بتتحول. خلينا بس نشوف الفعل المساعد اللي هنبدا بيه. انا بقول لك stay الفيرب انفينيتيف مصدر، يبقى انا ببدا بدو ولا داز ولا ديد؟ انا ببدا طبعا بايه؟ ببدا بدو لان الفيرب بتاعي ما فيهوش اي اضافه. يبقى انا جيت اهو قلت لك دو. هتبص على الاي. المستر قال لي ايه؟ المستر قال لي اول لما تلاقي اي في الاجابه اعرف ان هي يو في السؤال، مش اي بس، اي وغالبا وي نحن. انا بقول لك هل انتم، ترد تقول لي ايوه احنا. خلاص. يبقى سواء عندك اي في الاجابه او وي هتقلبها في السؤال ايه؟ هتحولها في السؤال تخليها يو. يبقى دو يو stay at home. اتفقنا؟ موضوع سهل. انا جايب لك الاجابات كلها بيس لان يس هي الاصعب، هي اللي هتبقى عايز تجيب دو داز وديد من دماغك خالص. انما لو نو هم بيبقوا موجودين. نو اي دونت، نو هي دازنت، نو شي ديدنت. فانت بتعرف تطلع هنا الموضوع بيبقى اسهل شويه. تمام. يس شي از جود ات ساينس. ركز قوي بقى هنا لان هنا الموضوع اسهل على فكره. ليه؟ يس شي از فعل مساعد موجود خلاص، ولا بقى هتجيب دو ولا داز ولا ديد. لا، انت هنا عندك الفعل المساعد، وانا قلت لك اي فعل مساعد غير دو وداز وديد بيكون موجود في الاجابه. ام از ار موجوده، كان كود ويل وود شال شود موجوده في الاجابه. انت كل اللي عليك ان انت هتاخدها كده هيلا بيلا هوب تجيبها هنا في الاول از. خلاص. بدات بالهيلبنج فيرب الفعل المساعد. فين السبجكت؟ فين الفاعل؟ الفاعل دايما بيبقى جاي بعد يس ونو دايما، اللي هو ايه؟ اللي هو شي. يبقى is she وكمل good at science. اوكي سهل قوي. yes I can use the computer. ما دام الاجابه بيس ونو يبقى انا بادئ بالهيلبنج فيرب الفعل المساعد اللي هو مين عندي هنا اهو
موجود. عشان كده قلت لك لازم تعرف ايه، لازم تعرف الاكسلري فيربس، لازم تعرف الافعال المساعده، لازم تكون عارفها. لان انت ممكن تشوف كان وما تعرفش، تروح تبدا بدو ولا بتاز من دماغك. لا، هو كان موجود يبقى هبدا بيه. اهو بدات بكان معناها هل تستطيع. فين السبجكت الفاعل؟ اي، فجيت كتبت اي غلط، هتغلط. كان يو، احنا قلنا الاي دايما تتحول تبقى يو، يبقى كان يو يوز ده كمبيوتر، وتكمل السؤال بتاعك. وزي ما انت شايف الموضوع سهل قوي. مستر انا كده الحمد لله عرفت ازاي اعمل السؤال. افرض الموضوع جالك بالعكس. بالعكس يعني ايه؟ يعني هو جايب لك السؤال اصلا وعايز منك الاجابه. اسهل واسهل. وتعالى ركز معايا. هنا احنا بنجاوب بقى. بيقول لك ايه؟ Do you study science؟ السؤال دوت اهو. Do you study science؟ هل انت بتدرس العلوم؟ فانت بترد يا اما يس يا اما ايه؟ يا اما نو. خلي بالك، ودي معلومه هنقولها كمان شويه، ملحوظه مهمه جدا، ان ساعات بيكون انت مجبر على الاجابه بيس اور نو، على حسب الديالوج ماشيه ازاي. انت بتقول يا اما يس يا اما نو، وساعات بيسيبك انت تجاوب براحتك تقول يس او نو زي كده مثلا. فهنا انا هرد مثلا اقول يس، او كتبت يس، بنعمل بعدها كم بالشكل ده. لازم هنا نكستشينج، نعمل مقص ما بين الهيلبنج فيرب وما بين السبجكت. يعني ما بين الفعل المساعد اللي هو دو وما بين السبجكت اللي هو ايه؟ اللي هو يو. اقلبهم، بدل ما هي دو يو خليها يو دو بس، والموضوع انتهى. بس خلي بالك ان احنا قلنا ان اليو دايما تتحول تبقى اي في الاجابه، ولو كانت جايه في الاجابه اي تبقى يو في السؤال. فخلي دايما التحويله ديت في دماغك. فدو يو ستادي ساينس قلبتها بقت يس اي دو واسكت. دي الشورت انسر، دي الاجابه القصيره والاسهل والصح واللي ما فيهاش اي مشكله. وسؤال بيجي دايما في الامتحان، وسؤال تافه، سؤال تافه قوي يعني. دو يو ستادي ساينس؟ يس اي دو، والموضوع انتهى. او لو انت عايز تكتب complete answer او اجابه كامله، وكمان عشان اولى اعدادي وتاني اعدادي ممكن يكون جايب لك الاجابه كامله وشايل لك منها حاجه، الفعل مثلا. فممكن تقول له ايه؟ yes I، هتبقى الفعل بعده study، ايوه انا بدرس الساينس. yes I study science. ده لو انا عايز اعمل اللونج انسر، الاجابه الطويله، بس كفايه عليك ان انت تقول له yes I do والموضوع انتهى. تعالى للي بعده. Are you doing homework؟ هو انت بتعمل الهوم ورك بتاعك؟ ركز عشان هنا في حاجه مهمه قوي هنقولها. انا هجاوب، ممكن اقول يس وممكن اقول نو. فانا قلت يس مثلا، او يس. ها، قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل مقص ما بين الار وما بين اليو. فالمفروض ان انا هكتب اليو الاول. اليو بتتحول تبقى ايه؟ قول لي بقى انت. اليو تتحول تبقى اي، يبقى يس اي. يس اي ار طبعا غلط. الاي يا جماعه بتيجي مع الام، فحطها دايما في دماغك. ار يو تتحول تبقى اي ام في الاجابه دايما. ار يو في السؤال تبقى اي ام في الاجابه. Are you happy؟ Yes I am. No I am not. اوكي؟ فدايما الار اهو اكتبها لك هنا اهو. are you في السؤال في الإجابة بتبقى I am. دي مهمة جدا. ف are you doing homework؟ Yes I am وخلص. لو هتقول no هقول no I am not والموضوع انتهى. اللي بعدها What are you doing؟ لسه ما خدناش ال WH questions، هنقولها كمان شوية. اللي بعدها Can birds fly؟ هل البيردز بتفلاي؟ بتعرف تطير؟ هنا لازم أرد أقول no. سوري، هنا لازم أرد أقول yes. طبعا معظم الطيور مش كلها بتطير. اوكي، فكان birds fly؟ yes أيوة أكيد. فرديت قلت له yes. هعمل حاجة حلوة أوي، بدل ما أقول له إيه yes احنا بنعمل كروس، بنبدل الكان بالبيردز. اوكي، فاقول له ايه؟ يس بيردز كان. ممكن اقول له ايوه هم على طول، لان انا وانت عارفين احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم عن البيردز. فاقول له يس they can. سهله قوي. تعالى للي بعدها. does علي speak English؟ هل علي بيتكلم الانجليش؟ فانا هرد المره دي اقول نو، لا عادي.
او عملت الكروس هجيب علي الاول اللي ممكن اقول عليه هي على طول. لا نو هي. لما اجي اكتب داز لو سبتها داز لوحدها غلط. اشمعنى بقى هنا؟ عشان انا قايل ايه؟ نو. اول لما ترد بنو لازم نقط مع الهيلبنج فيرب. نو هي doesn't. نو هي can't. نو هي won't اللي هي will. نو هي didn't. نو هي isn't. ما دام نو لازم في not بعد الفعل المساعد. فنو هي doesn't. ده علشان اجاوب على الاسئله اليس اور نو questions. سهل، موضوع سهل وبسيط، محتاج منك تكون مركز. حل معايا اللي انا بقوله لك دوت، عشان هي ديت الديالوج، هي دي المحادثه اللي عامله مشكله لمعظم الطلبه بتوعنا، وهي اسهل من السهوله بس فيها شويه تريكس وفيها شويه معلومات لازم تكون عارفها، من غيرها مش هعرف احل. صح؟ important note. ملاحظات مهمه هنا قبل ما نكمل على اليس اور نو questions. ركز معايا في الحته دي. اولا في معلومه مهمه، ان مش كل سؤال بادئ بhelping verb تكون اجابته بيس اور نو. معظم الاسئله بتكون يس ونو، تمام؟ الا لو شفت اور في السؤال. هنا انا بخيرك ما بين حاجتين. do you like coffee or tea؟ وانت بتحب الكوفي ولا التي ولا الشاي؟ ترد تقول لي يس اي دو، ايوه انا بحب. اكيد طبعا حاجه غير منطقيه خالص. انت بتحب الشاي ولا القهوه؟ يا مستر انا بحب الشاي. يا مستر انا بحب القهوه. طب انا عرفت منين ان السؤال دوت كده بيخيرني ما بين حاجتين؟ كلمه اور الرابط اور بيكون معناه او، ماشي؟ فاهو مثال اهو، do you like tea or coffee؟ وانت بتحب التي ولا الكافي؟ قلت لك I like coffee، بختار حاجه من الاثنين. فدي معلومه مهمه قوي لازم ان انت تكون عارفها. تعال الناحيه الثانيه. احيانا هو بيديك، ودي انا قلتها وانا بشرح، جمله توضيحيه لليس والنو. يعني لازم هترد يا اما بيس او هترد بنو، مش بمزاجك. فالسؤال ده بيقول لك ايه؟ is your father a teacher؟ هل باباك teacher؟ رحت اعمل لك سبيس. he is a doctor. لا هو بيكون دكتور. يبقى انا اقول لك ايوه هو بيكون دكتور؟ لا، غصب عنك هنا لازم هتقول ايه؟ لازم هتقول نو he is a doctor. صعب الكلام دوت. هننقل بقى على نوع السؤال الثاني، وهي اسئله الادوات الاستفهام. وما ينفعش ان انت تيجي تكون سؤال من غير ما تكون عارف ايه هما الكويستشن ووردز او ايه هما كلمات الاستفهام. عموما كلمات الاستفهام مهمه جدا في الانجليش في كل اسئله الامتحان. انا هفهم ازاي السؤال من غير ما اكون عارف معنى اداه الاستفهام؟ فدول كده يا جماعه مهم جدا ان انت تكون حافظهم، عارفهم، عارف معناهم، عارف بيقولك ازاي في السؤال، وتكون عارف هتجاوب عليهم بأنهي طريقه. فتعالى نمسك اداه نتكلم عنها. هنبدا ب what اللي هي معناها ما او ماذا، ودي بنسال بيها عن الاشياء او غير العاقل. وعندك example اهو مثال، what did you buy يعني ماذا انت اشتريت. اللي بعدها عندك where. what the meaning of where؟ وركز عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين where when. اوكي، where اللي هي معناها اين، بنسال بيها عن البليس المكان. اهو بيقول لك where do you go يعني انت او اين انت تذهب. اوكي، اللي بعدها when اللي هي معناها متى، بنسال بيها عن التايم وبنسال بيها عن الوقت. وممكن برضو اسال بوات ايه؟ وات تايم اللي هي معناها ما الوقت. وعندك مثال اهو when will you come يعني متى انت هتاتي او سوف تاتي. اللي بعدها مهمه جدا تيجي كتير، why اللي هي معناها لماذا، بنسال بيها عن الريزن. what the meaning of reason يعني السبب، بتسال بيها عن السبب. زي ما جيت قلت لك اهو why didn't you come؟ انت ليه ما جيتش اصلا؟ why لماذا انت لم تاتي؟ why didn't you come؟ اوكي، عندك برضو واحده من ادوات الاستفهام المهمه هي how اللي هي معناها كيف، بتسال بيها عن الوسيله او الكيفيه. زي ما قلت لك how do you go to work؟ كيف تذهب للعمل، وهنا انا بسال عن وسيله المواصلات. اوكي، اللي بعدها هي who اللي هي معناها من، بتسال بيها عن الشخص العاقل، الفاعل العاقل. اوكي، زي ما قلت لك ايه who are you؟ انت مين او من تكون انت. who are
اوكي. عندك برضو whom بمعنى من، بس بسأل بيها عن المفعول العاقل، زي ما جيت قلت لك اهو whom will you meet. اوكي، هو انت هتقابل مين. هنا انا بسأل عن المفعول مش عن الفعل. اوكي. طيب whose اللي هي معناها ملك من، بسأل بيها عن الملكية، زي whose bag، وwhose بيجي بعدها noun، بيجي بعدها اسم. whose bag is this، ملك مين الباج او الحقيبة دي. عندك برضو which بمعنى اي، للاختيار، بختار ما بين حاجتين، زي which car do you like، او اي من السيارات do you like انت بتفضلها. اوكي. تعالى هنا هيقابلك عيلة how. الاول لسه قايلها من شويه what time، بسأل بيها عن الوقت، عن التايم، زي ما اجي اقول لك what time is it، كم الوقت. تمام. عندك برضو how often، وركز لي قوي على how often، how many، how much، how tall، how old، how long، ركز جدا عليهم وعلى معناهم، مهمين. ف how often بسأل بيها على عدد المرات. هاجي اقول لك مثلا ايه how often do you go to school، كم مره انت بتروح المدرسه. فهنا اهو how often do you play، كم مره انت بتلعب. وعندك how many بسأل بيها عن العدد، ودي مهمه قوي، بيجي بعدها plural noun او بيجي بعدها اسم جمع. فبقول لك how many pens، اسم جمع اهو، do you have يعني كم عدد الاقلام اللي تمتلكها. how much اللي هي معناها كم الثمن او كم الكميه، بتيجي بمعنيين. how much ممكن تيجي بمعنى الثمن الفلوس، و how much ممكن تيجي بمعنى كميه، بيجي بعدها uncountable noun او بيجي بعدها اسم لا يعد. اجي اقول لك ايه how much coffee do you drink، مثلا كم كميه القهوه، او how much sugar او how much sugar do you need، كم كميه السكر اللي انت محتاجها. فهنا هو بيقول لك ايه how much is this dress، طبعا هنا معناها كم الثمن او كم سعر الايه الفستان. عندك برضو how tall يعني كم الطول، كم الطول كده، ده كده how tall. اوكي. ف how tall are you، انا كده بسألك على كم طولك. وعندك how old مهمة جدا، بنسمعها كتير how old are you يعني كم الايه كم العمر او كم السن. وعندي برضو how long مهمة جدا، how long يعني كم الطول برضو، بس الطول كده، او كم المدة، ودي مهمة. اجي اقول لك ايه how long have you stayed، المدة اللي انت قعدتها او اللي انت مكثتها في المكان دوت. فعندك اهو هنا بيقول لك ايه how long is this bridge، كم طول الجسر او الكوبري دوت. و how fast، طبعا fast يعني سريع، how fast يعني كم السرعه، how fast is your car. وعندك how high يعني كم الارتفاع، how high is your house، كم ارتفاع منزلك. و how deep يعني عميق، how deep يعني كم العمق. ف how deep is the tunnel، كم عمق الايه النفق دوت. دول ادوات الاستفهام انت مطالب بحفظهم، لازم تكون عارف معناهم. طب يا مستر انا حافظهم وعارف معناهم وبرضه مش بعرف اجيب اداه الاستفهام الصح اللي اجاوب بيها في الديالوج في المحادثه. تعال بص معايا كده، في بعض الكلمات انت بتشوفها في الاجابه، لما بتشوفها بتعرف ايه اداه الاستفهام اللي انا هسال بيها. تعال اديك مثال صغير. يعني مثلا انت شفت كلمه o'clock يعني بالظبط او في الوقت، لما اقول لك 2 o'clock يعني الساعه 2 بالظبط، يبقى انا فهمت ان انا بسال عن التايم، بسال عن الساعه. ازاي اسال عن الساعه؟ اقول لك ايه، اقول لك what time يعني كام الايه او ما الوقت. تمام. عندك برضو كلمه pound او كلمه دولار. What's the meaning of pound؟ يعني جنيه، دولار اللي هو الدولار. فانا هنا لما الاقي دي في الاجابه اعرف ان في حد بيسال عن السعر او عن البرايس. اوكي. فاكيد هسال بايه؟ هسال بهاو ماتش. لقيت مثلا في الاجابه ريد، لقيت بلاك، لقيت اي لون اي كلر، فبرد بايه او سوري بعمل الكويستشن بسال بايه؟ بوات كلر. وات كلر يعني ما اللون. تمام. لقيت once، لقيت twice. once يعني مره، twice يعني مرتين، 3 times 3 مرات، every day كل يوم، always usually often sometimes. يبقى هنا انا بسال بكم مره انت بتعمل الحاجه دي، اللي هي هاو ايه، اللي هي هاو اوفن. خلاص. طيب لقيت فور ومده، I stayed in Alex مثلا for a week لمده اسبوع، يبقى how long did you stay، كم المده اللي انت قعدتها. فلو لقيت for
ومده احنا بنسال بايه؟ بهاو لونج اللي هي معناها كام المده. مهمه جدا دي وبتيجي كتير قوي، خصوصا طلبه الصف الاول والثاني الاعدادي، دي بتيجي كتير جدا تسال بواي. واي اللي هي معناها لماذا. لقيت في الاجابه عندك because اللي هي معناها بسبب، او لقيت to والانفينيتيف لكي اعمل حاجه، اعرف ان انا هنا سائل بايه؟ سائل بواي. واي اللي هي معناها لماذا. خلاص. او لقيت باي وجاي وراها وسيله مواصلات I go to work مثلا by car by bus، اعرف ان انا سالت بهاو. how do you go to work؟ ازاي ان انت بتروح الشغل. تمام كده احنا اتكلمنا عن الكويستشن ووردز، ادوات الاستفهام. هاكد عليها تاني. تعال نحل اكسرسايز صغير كده، تمرين صغير علشان نثبتها شويه في دماغنا، وما تنساش ان انت لازم تحفظها الاول. اهو choose the correct answer، اختار يلا معايا الكوريكت انسر، الاجابه الصح، او الكويستشن ووردز، اداه الاستفهام الصح في الاسئله اللي موجوده قدامك ديت. الاولاني بيقول لك ايه؟ space time does your class start. time يعني وقت، your class الحصه بتاعتك start يعني تبدا. يبقى ما الوقت اللي هتبدا فيها؟ واحنا خلاص حفظنا ما الوقت اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها what time. يبقى what time does your class start. تعالى اللي بعدها sugar. what the meaning of sugar؟ sugar يعني سكر، uncountable word، كلمة ما بتتعدش. sugar do you want in your tea؟ انت عايزه في الشاي بتاعك. يبقى كم كمية السكر اللي انت عايزها في الشاي بتاعك؟ كم الكمية اسمها uncountable اللي هي ايه؟ اللي هي how. هو جايب لك how many، how often، how far، how much. طبعا how much اللي هي معناها كم الايه؟ كم الكمية. فقلنا how much sugar do you want in your tea. اللي بعدها is your friend، وقدامك اهو الاجابه بيرد يقول لي ايه؟ 18 years old. ده هو عنده 18 سنه. اوكي، يبقى انا بسال عن عمره وكام العمر اللي هي معناها how old. يبقى how old is your friend. اللي بعدها broke this window. رد قال لي ده children. مين اللي broke الويندو؟ مين اللي كسر الويندو الشباك؟ فبسأل على العاقل بإيه؟ بسأل على العاقل بهو. who broke this window. اللي بعدها do you plan to stay in Paris؟ رد عليا وقال لي اهو بص for 2 days، لمدة 2 days يعني لمدة يومين. وانا قلت لك عشان هسأل عن المدة بسأل بهاو ايه؟ how long. يبقى how long do you plan to stay in Paris. آخر question was he absent؟ رد قال لي because of his illness، بسبب مرضه. يبقى ليه هو كان غايب؟ واحنا قلنا لو لقينا في الإجابة because بنسأل بإيه؟ بنسأل بوي. بعد ما عرفنا ايه هم الكويستشن ووردز، ادوات الاستفهام، دلوقتي عايزين نعمل سؤال يبدأ بأداة الاستفهام. ركز بقى معايا. السؤال اللي هيبدأ بأداة الاستفهام دي الصيغة بتاعته هتبدأ بال WH word أو أداة الاستفهام، بعد كده ال auxiliary أو الفعل المساعد، بعد كده ال subject والverb الفعل. يعني أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل، 4 حاجات. أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. ده كده أنت بتكون سؤال بالشكل الصح. مثال عندك أهو، زي ما جيت قلت لك أهو where دي كده أداة الاستفهام، كان فعل مساعد، أحمد الفاعل، stay يبقى. where كان أحمد stay، يبقى أداة استفهام where فعل مساعد كان، أحمد هو الفاعل، وستي هو المين فيرب أو الفعل الأساسي. يبقى أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. أو where is رنا now؟ أين تكون رنا دلوقتي؟ أوكي، تعالى بقى دلوقتي نشوف إزاي نعمل سؤال. لو أنت كنت مركز واحنا بنعمل سؤال اليس اور نو كويستشنز، يبقى بالنسبه لك ده سهل قوي، لان كل اللي احنا هنعمله هنا ان احنا نجيب اداه استفهام في الاول، بعد كده هنعيد نفس اللي كنا بنعمله في اليس اور نو كويستشن. بس حاجه مهمه قوي، قبل ما تجاوب لازم تحدد الاجابه اصلا موجوده فين عشان ما تكتبهاش تاني، عشان ما تسالش وتجاوب في نفس الوقت. فالاجابه بتاعتك بتقول لك ايه؟ احمد stays in كايرو. احمد بيمكث او قاعد في كايرو. يبقى لما اجي اسال ابدا ادور كده، انا عارف الكويستشن ووردز ادوات الاستفهام، انا هنا بسال عن ايه؟ بسال عن مكان اللي هو ان ايه؟ ان كايرو. يبقى اين يمكث احمد؟ انا عايز اداه الاستفهام اللي معناها اين، اللي هي وير.
يبقى انا بدات بوير اهو، اداه استفهام. تاني حاجه يا جماعه عشان ما ننساهاش هو الهيلبنج فيرب، الفعل المساعد. زي ما اتعودنا احنا بنجيبه من الاجابه، هو بيبقى موجود، ولو مش موجود هتبدا تجيب من دماغك. وهنا هو مش موجود، بحط ايديا جوه دماغي اطلع منها do does او did لو الفعل المساعد مش موجود. فهو هنا ما عنديش ولا ام ولا از ولا ار ولا واز ولا وير ولا كان ولا اي فعل مساعد. يبقى انا هبدا اجيب من عندنا يا دو يا داز يا ديد زي ما اتعلمنا. ابص للمين فيرب، الفعل الاساسي اللي هو ستيز، لقيت اخره اس يبقى الفعل المساعد بتاعي هو داز. لقيته انفينيتيف ما فيهوش اي حاجه يبقى دو. لقيته في الباست في الماضي اخره اي دي يبقى ديد. فهنا وير داز الفاعل اللي هو احمد، والمين فيرب الفعل الاساسي ده اخر حاجه اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل stay. مستر انت شلت الاس اكيد، لان انا قلت لك مع دو وداز وديد الفيرب دايما انفينيتيف بدون اي اضافه، ما نحطلوش حاجه. اللي بعدها he traveled by car، ده هو سافر بالعربيه. فالاجابه بتاعتي هي باي كار. انا بسال عن الوسيله، يبقى ازاي هو سافر، كيف هو سافر، اللي هي معناها ايه، اللي هي معناها هاو. تعال ندور نشوف في فعل مساعد في الاجابه. he traveled by car مفيش، بس في فعل اساسي traveled اخره اي دي، يبقى الكلام في الباست في الماضي. يبقى انا بجيب الهيلبنج فيرب الفعل المساعد اللي هو did، يبقى how did. الفاعل عندي he، how did he. واخر حاجه هو المين فيرب travel، وما تنساش تشيل منه الاي دي عشان يبقى infinitive، يبقى how did he travel. سهل جدا، الموضوع ابسط من البساطه والله، بس محتاج منك ان انت تو براكتس، تمارس، تحل اسئله زي كده كتير، وان انت تكون عارف how to make a question، ازاي تعمل السؤال. تمام. ندى is watching TV، ندى بتشاهد التي في. السؤال ده حلو قوي. ندى قاعده بتتفرج على التي في. ممكن اقول ماذا ندى تشاهد، بس الاحسن ان انا اقول ماذا تفعل ندى، ندى بتعمل ايه. اوكي، يبقى السؤال ده بادئ بما او ماذا، اللي هي ايه، اللي هي what. question word helping verb فعل المساعد هنا موجود. بص كده كويس، ندى is، خلاص. يبقى what is ماذا تكون، الفاعل عندي هو ندى. what is ندى doing تفعل. انا جبت دو ده من عندي كده، السؤال معناه احسن. what is ندى doing يعني ندى بتعمل ايه، او what are you doing انت بتعمل ايه. سؤال هنا بيقول لك ايه، I will travel by car، انا هسافر باي كار. خلي بالك باي كار ديت متعاده، احنا اتفقنا وسيله مواصلات، بواسطه وسيله مواصلات، يبقى انا بسال بايه، بسال بهاو. question word اداه استفهام. بعد كده الهيلبنج فيرب عندي موجود برضو، اللي هو will موجود قدامك اهو. يبقى how will كيف انت سوف. عندك السبجكت الفاعل موجود قدامك اي، ما تنساش ان الاي في الاجابه دايما تبقى يو في الكويستشن في السؤال. يبقى how will you، will مين فيرب الفعل الاساسي هو مين، travel. how will you travel ازاي انت هتسافر. I go to school at 7 o'clock، انا بروح المدرسه الساعه 7. at 7 o'clock هي الاجابه. انا بسال اقول يا اما when امتى انت بتروح، يا اما what time ما الوقت. وانا قلت لك لقيت clock موجوده قدامك، اسال بوات تايم. حلو قوي. يبقى ما الوقت what time. بص كده معايا، هنا مفيش helping verb، مفيش فعل مساعد. ايديك جوه دماغك هتطلع يا اما دو يا اما does يا اما did. عندي جو مين فيرب فعل اساسي مش متضاف له اي حاجه، يبقى what time do. انا جبت دو ليه؟ عشان فعل infinitive مصدر. what time do الاي هنحولها تبقى you go to school، ايه الوقت اللي انت بتروح فيه المدرسه. اخر واحده she will stay for 2 days، ده هي هتقعد لمده 2 days. for ومده، يبقى انا كامل مده على طول، ما تفكرش. اللي هي ايه، اللي هي how long will she stay. سهل جدا ما فيهاش اي مشكله. هنا العكس بقى، question السؤال موجود، احنا عايزين نجاوب، لان ده بيجي برضو بنفس الشكل كده. بيبقى عندك الكويستشن موجود، السؤال موجود، وعايزك انت تجاوب عليه. سهل قوي.
اول سؤال بيقول لك ايه؟ احنا طبعا هنحط اجابات، احنا مش ماشيين في ديالوج معينه، فاحنا هنحط اجابات في الغالب من دماغنا، بس في الديالوج هو بيبقى مديك اجابه معينه او محدده انت بتكتبها. هنا بيقول لك what did Rana arrive، سوري when did Rana arrive. اوكي، فwhen خلاص احنا حفظناهم عرفنا معناهم. when معناها متى، رنا arrive يعني تصل. لما تيجي تجاوب ابدأ دايما الجملة بتاعتك بالسبجكت، بالفاعل. الفاعل اللي هو مين؟ اللي هو رنا. خلاص بقى ماليش دعوة باللي قبله، مش عايز الكويستشن وورد ولا عايز الهيلبنج فيرب مع دو وداز وديد، ما بكونش عايزهم في الإجابة. إنما أي فعل مساعد تاني بكتبه طبعا في الإجابة تاني حاجة بعد الفاعل على طول. فهنا أنا هبدأ بمين؟ برنا. جماعة احنا بنحل بالعكس. لما كنا بنعمل السؤال كنا بنشيل من الفعل ده، لو في اس بشيلها، لو في اي دي بشيلها. ارجعها ازاي يا مستر؟ ده انا بقول لك when did يعني الكلام ماضي، انما does او do يعني الكلام present مضارع. اوكي، فرنا arrived، رجع الدي زي ما كان. رنا arrived. هتوصل امتى؟ حط بقى اي وقت براحتك طبعا، عشان احنا هنا بنحل السؤال واحنا مش عارفين. انما لو في الديالوج مديك ميعاد وهقول لك ممكن يديها لك ازاي دلوقتي، هتكتبها. فرنا مثلا arrived، سوري رنا وصلت last week مثلا، الاسبوع الماضي. بس كده انا جاوبت، سهل قوي. تعالى سؤال اهو، where do you learn؟ انت بتتعلم فين؟ انا بتعلم في المدرسه يعني. خلاص، فهنبدا بالفاعل اللي هو يو، بس خلي بالك يو في الاجابه اي، دي احنا قلناها كتير قوي. يبقى اي learn، انا بتعلم at or in school. سهل جدا. when will you travel؟ انت هتسافر امتى؟ خلاص انا هبدا بالفاعل اللي هو يو، تبقى اي، بس لازم تاني حاجه الهيلبنج فيرب، الفعل المساعد موجود قدامي، لازم اليو سوري لازم الويل اكتبها تاني حاجه على طول. يعني انا عملت كروس ما بين ويل وما بين يو، شلت وين خالص وعملت ما بين ويل ويو كروس، فبدات باي ويل ترافل، انا هسافر، واكتب اي حاجه تومورو مثلا، غدا. اللي بعدها how much is the computer؟ نفس الكلام، انا عندي هنا اهو the computer اللي هبدا بيها، مش عايز how much خلاص، يبقى the computer، او ممكن اقول it على طول is، واقول السعر بتاعه اي ثمن بقى انت هتكتبه 3000 مثلا. خلاص، how long have you stayed there؟ how long المده اللي انت قعدتها هنا، بقى قول لي for وقول المده. خلاص، فالفاعل هو مين؟ هو يو، قلنا هنحولها تبقى I، لازم have تتكتب I have stayed for، واكتب بقى مدة for 2 days مثلا او ايا كان. سهل لحد كده، الموضوع بسيط جدا. هننقل نروح لحاجه اسمها short questions، او في اسئله بتبقى مختصره مش بتمشي بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي بتبقى سهله بس مهم جدا ان انت تعرفها. مهم قوي ان انت تعرف what about you دي مهمه جدا. دي انا بسالك سؤال وعايز ارده لك تاني، انت جيت قلت لي مستر what is your favorite subject؟ ايه هي مادتك المفضله؟ قلت لك I like English او my favorite subject is English، انا بفضل الانجليش. تحتها لقيت في سبيس، رحت انت رديت قلت لي I like مثلا math، انا بحب الماث. فانا قلت لك وانت ماذا عنك؟ فبقولها لك ازاي؟ بقولها لك what about you. طب وانت what about you او and you. اوكي، فدي مهمه قوي لازم تكون عارفها. خلاص، ايه تاني؟ single or married مثلا، اعزب ولا متزوج، ده طريقه سؤال. single or double يعني سرير واحد ولا سريرين. first or second class يعني درجة أولى ولا تانية. إن أنا دي مهمة قوي. what else يعني إيه تاني؟ ماذا أيضا؟ أوكي، what else؟ where to يعني رايح فين على طول؟ where from يعني من فين؟ why not ليه لأ؟ single or return. سنجل لوحدها يعني ذهاب، دي بتتقال لو انت في الترين ستيشن مثلا، في القطار او في الايربورت او في المطار، اقول لك سنجل يعني ذهاب بس، ولا سنجل اور ريتيرن ذهاب وعوده. بكده انا قلت كل حاجه خاصه بالديالوج. يا رب نكون وفينا وقلنا كل المعلومات اللي تساعدك ان انت تحل الديالوج واللي تبسطها لك. بس خلي بالكم يا جماعه من حاجه مهمه قوي، ان انت لازم تذاكر اللي انا قلته في الحصه ديت.
هينهي عندك ان شاء الله اي مشكله هتقابلك في الديالوج. بس لازم انت تجتهد، لازم انت تشوف الكلام دوت، لازم انت تحل عليه، لازم تعرف ايه هم الاوكسيلري فيربس الافعال المساعده، لازم تعرف الكويستشن ووردز ادوات الاستفهام، دي حاجه مهمه قوي. مش هتعرف تحل من غير ما تكون انت عارفها. انا مش ساحر، مش هاجي اقول لك تعالى يلا حل الديالوج ديت هخليك تحلها في 5 دقائق، لا، لازم زي ما احنا الموضوع يا جماعه بيبقى ستيبس، بيبقى خطوات. انا شرحت الحاجه، قلت لك الديالوج بتتحل بالطريقه ديت، لازم انت بقى تشتغل على نفسك علشان يبقى ده سؤال وخلصت منه في الامتحان. سؤال موجود في كل المرحله الاعداديه، اولى وثانيه وثالثه اعدادي عندهم سؤال الديالوج. زي ما قلت في بدايه الفيديو، ان شاء الله هنزل فيديوز لكل مرحله لوحدها من المنهج، اطلع اهم الديالوجز ونبدا نحلها مع بعض. سواء الاولى اعدادي اول سنه عندهم السؤال مهم قوي ان انت تخش المنهج او تبدا السنه عارف ازاي السؤال دوت بيتحل. هتشيل من دماغك حاجه بالنسبه لك في الاول هتبقى صعبه، بالنسبه لك هتبقى ملخبطاك، هتشيلها من دماغك وخلاص الموضوع انتهى. تانية اعدادي، الطلبه الحلوه الجميله اللي طالعه من اولى اعدادي رايحه تانية اعدادي كانت تقول لي يا مستر احنا عندنا مشكله في الديالوج مش بنعرف نحلها مع المنهج، ان هم بيحفظوا الكلمات والجرامر، بيبقى صعب قوي ان انت تدي للديالوج حقها في الوقت دوت. ثالثه اعدادي زي ما قلت لك سؤال ب5 درجات، السؤال ده يا جماعه بدرجه كبيره قوي. سؤال الجرامر كله في الامتحان ب6 درجات، السؤال ده لوحده زي الباراجراف مثلا ب5 درجات، فانت بتلم درجات من الاسئله اللي زي كده. لحد كده انا خلصت. ان شاء الله اقابلكم في الفيديوز اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.